احنا ندعي البنوتي بقى اللي خلتني اعمل صينيه الكوسه القمر دي. هنا حطيت شويه زيت ونزلت بالطماطم متقطعه، طبعا مرضتش اضربها في الخلاط عشان ما صحيهاش، فعملتها بقى على طريقه اهالينا زمان وطلعت احلى صينيه كوسه. عندي هنا طماطم متقطعه مع قرن فلفل اخضر، وكمان حطيت البصل بتاعي. قطعوا التقطيعه اللي انتوا حابينها يا جماعه، مفيش تقطيعه معينه، ومعاكم هتطلع زي القمر على فكره. مفيش احلى من اكل زمان، بسيط كده وفي منتهى الجمال. حطيت نص معلقه توم، وهنزل هنا بقى بالكوسه بتاعتي. انا مطلعها من الفريزر، فبحاول افكفكها كده بايديا وهي ما تعبتنيش على فكره. اول ما فككتها فكت. هنزل بيها دلوقتي صينيه الكوسه بتاعتي واقلب كل ده مع بعض. بصراحه حبيتها، طلعت من احلى صواني الكوسه اللي انا عملتها بجد. خفيفه وطعمها تحفه. ملح، فلفل اسود اكيد، وكمان رشة كزبرة ناشفة، وبهارات فراخ. بهارات الفراخ دي بقى براحتكم، بس انا حطيت لها بهارات فراخ اديت لها طعم حلو. يعني بصراحة لما ما يكونش عندي شوربة او هعمل حاجة من غير الفراخ وكده بحط لها بهارات الفراخ، بتطلع معايا الاكلة حلوة خالص. بقلب كل المكونات مع بعض كده، وكمان هديهم كوباية مية كبيرة عشان يستووا مع بعض. وطبعا الخضار هينزل ميته وكله برضو هيستوي، فاحنا بنخلي بالنا احنا وبنحط المية. حطيت كوباية مية، يعني دي كوباية صغيرة، بعد كده هرجع احط كوباية تاني، فمعدل كوباية مية كبيرة، لان حسيتها محتاجة تستوي ومحتاجة مية، فزودتها مية خليتها تكمل سواها. اول حاجة بقى هعملها بعد ما اقلبها كده هخليها على النار تغلي شوية، لان هما كانوا يعملوا كده، كانوا يخلي الصواني تغلي شوية على النار بعد كده يدخلوها الفرن. فانا قلت بقى هعملها زيهم من الاول للاخر كده في كل حاجة. دي هي بعد ما استوت اديت لها شوية مية وزقتها بقى على فرن سخنة. وده شكلها بعد ما استوت يا جماعة، ريحة وطعم تحفة. لو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. مع الف سلامة.